السيد الرئيس وجه باستصلاح وزراعه اكثر من 4 مليون ونص فدان، علشان يكون لكل قريه نصيب في 1000 فدان في الظهير الصحراوي الجديد. في قرى عندنا في الريف الزمان بتاعها القديم لا يتجاوز ال 300 فدان. صحيح. فلما تلاقي النهارده احنا بنخلق مجتمع جديد ودلتا جديده تقريبا هي تلت الدلتا القديمه، ودي سياده الرئيس ادى يعتبر لكل قريه في صحيح. الظهير الصحراوي الجديد صحيح. حوالي 1000 فدان. عندنا 4200 مركز شباب. الشباب دي كلها في كل قريه محتاجين ايه؟ محتاجين وظائف ومحتاجين يشتغلوا. فانا لازم احول بعض الشباب في الريف الى رواد اعمال ورجال اعمال. فعشان اعمل ده لازم اقضي على البيروقراطيه في اصدار العقود الزراعيه اولا، لان الزراعه هي اكتر قطاع بيشغل ناس. صحيح. كثيف العمال. الفدان الواحد بيوفر فرصه عمل مباشره واكتر من 2 فرصه عمل غير مباشره، ده في الزراعه فقط. ده غير الاعمال اللي تقوم على الزراعه من توريدات مستلزمات الزراعه، بالاضافه للتصنيع الزراعي نفسه، بعد كده التصدير الزراعي والمنظومه اللوجستيه والنقل والمنظومه اللوجستيه. صحيح. اذا هذا القطاع هو اللي هيحتوي 25% من 25% ل 30% من القوى العامله المصريه. من القوى العامله المصريه. فالسيد الرئيس عمل اول حاجه وزع ال 4 مليون ونص فدان، ادى شركه الريف المصري تنميه الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان، وادى جهاز مشروع مستقبل مصر 4000 و 2 مليون ونص فدان في الدلتا الجديده. فعمل دلتا جديده لمصر هي تلت الدلتا القديمه عشان تحتوي الزياده السكانيه اللي موجوده في الدلتا، واخلق مجتمع جديد. اقرب ظهير صحراوي ليها ما بين 6 محافظات، هي محافظه الجيزه والبحيره والغربيه والمنوفيه ومطروح واسكندريه، اللي هي مشروع الدلتا الجديد. جه طرح ليه ده علشان خاطر الناس الدلتا الجديده اللي عايز يشتغل من تاني يوم. فوجه بان جهاز مشروع مستقبل مصر يعمل البنيه الاساسيه كلها ويركب البيفيتات ويوفر الميكنه الزراعيه ويوفر الاسمده ويوفر البذور ويطرحها على الشباب وعلى الشركات وعلى المستثمرين ان هم اللي عايز يشتغل من اول يوم تعالى، عايز تخش شريك مع مستقبل مصر خش، عايز تأجر من مستقبل مصر تعالى، احنا بنوفر لك كل حاجه وعلى انك تبدا وتنتج في خلال 90 يوم. الناحيه الثانيه قضى على البيروقراطيه في اصدار العقود عن طريق شركه تنميه الريف المصري، وراح عامل شركات تنميه الريف المصري الجديد، كل شركه بتتكون من 10 ل 23 فرد، كل واحد ياخد 10 فدادين يعني 230 فدان من شركه تنميه الريف المصري في مشروع 1.5 مليون فدان، واداهم فترات سداد تصل ل 13 سنه، الكلام ده في 2016. ف 10% مقدم وكان 10% استلام وفتره سماح 5 سنين، وبعد ال5 سنين تسدد على 8 سنين.